يتحقق الحلم العراقي بعد 35 عام. مرة أخرى العراق بطل للخليج للمرة الرابعة في تاريخه، للمرة الرابعة في تاريخه. وجيب الكاس جيبه، جيب الكاس جيبه. هكذا يحتفلون بهذه البطولة الغالية جدا. يقولون العراق انتهى وراح، يقولون العراق ألم وعذاب وجراح. أقول لهم الفرح موجود وبيدنا المفتاح، وإيد وحده نبني بلدنا وننشد موطن بعالي الصوت وصياح. المستقبل لنا وكل همنا زاح. العراقي ذهب، العراقية ألماس، العراقي وفه، العراقية إحساس. العراقيين رغم الظروف يبقون أحسن ناس. وهكذا هي الليلة التاريخية الكبيرة الخالدة للعراق في احتفالية للتاريخ وفي يوم كبير يستعيدون من خلاله الأمجاد الكروية. ليلة توحد العراق، ليلة توحد العراق بأكمله. الجميع سعيد في هذا اليوم، في هذا المساء، في هذه الليلة التاريخية الكبيرة 19 من يناير. يوم للتاريخ في كرة العراق والعراق بأكمله بكل تأكيد. ألف مبروك للعراق هذا اللقب، هذه البطولة للمرة الرابعة في تاريخه. وألف مبروك للعراق هذا التنظيم، هذه الاحتفالية، هذه الملاعب، هذه الروعة، هذه العودة الكبيرة للخليج، هذه العودة الكبيرة للفرح للسعادة. العراق مرة أخرى يعود من جديد. عشقناك بكثر ما بيك من جروح ومن حبك ولا فد يوم ملينا. ألف مبروك للعراق العظيم. أيها الأحبة في كل مكان عبر الزاوية الرياضية، نترككم مع هذه الاحتفالات الكبيرة وهذه الليلة العظيمة لتتويج العراق بخليج 25. ألتقيكم أنا عبد الله السعدي في لحظات وفي تتويجات وفي مباريات قادمة. حتى ذلك الحين هذه أجمل تحياتي وإلى اللقاء. شكرا عبد الله السعدي. إذن يستحق العراق والعراقيون هذه الفرحة وهذه الاحتفالية وهذا الانتصار وهذا الفوز وهذه البطولة التي طال انتظارها، سواء على مستوى الاستضافة أو على مستوى تحقيق اللقب ليصبح المنتخب العراقي برصيد 4 بطولات مباشرة يلي المنتخب الكويتي الأكثر